يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد توديع الفريق بطولة دوري السوبر الأفريقي، وكانت آخر مباراة خاضها النادي الأهلي في الدوري المصري أمام الإسماعيلي، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي ب3 أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة. وسيلتقي النادي الأهلي في المباراة القادمة مع فريق المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري العام المصري يوم السبت القادم 4 نوفمبر في 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية وقطر، على ملعب المقاولون العرب، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. ولم يخوض النادي الأهلي سوى مباراتين فقط في بطولة الدوري العام المصري هذا الموسم أمام المصري البورسعيدي والإسماعيلي. وتم تأجيل 3 مباريات للنادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا والجونة وبلدية المحلة. ويتواجد النادي الأهلي في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط بعد خوضه مباراتين فقط، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز ال17 بنقطتين فقط بعد خوضه 5 مباريات. وانتهت آخر مباراة جمعت بين النادي الأهلي والمقاولون العرب بفوز الأهلي ب4 أهداف مقابل هدف في الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الموسم الماضي. وسيغيب رضا سليم لاعب النادي الأهلي عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 3 شهور بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة وإجراء جراحة في الكتف بعد إصابته في مباراة صن داونز الأخيرة في الدوري الأفريقي. ويسعى النادي الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر للفوز في المباريات القادمة لتصحيح مسار الفريق في مهمة الدفاع عن اللقب وعدم نزيف أي نقاط في بطولة الدوري المصري، حيث من المتوقع أن يخوض الأهلي بعض المباريات المؤجلة قبل فترة التوقف الدولي القادمة من 13 إلى 21 نوفمبر.